تعالى وثانية واحدة بس كمان، ما تستعجلش وما تتسربعش وما تفتكرش ان احنا خلاص بقى كسبنا فاحنا فاشخين الدنيا بقى و3-1 وان احنا ركبنا وعملنا كل حاجة في الماتش. لا، الماتش فيه كلام كتير قوي، ونفس الكلام كان هيتقال على نتيجة 2-1، 3-1، 1-1. هو الكلام اللي كان هيتقال على اللي احنا شفناه. بس قبل ما نتكلم في الماتش، عايز اتكلم على كريم فؤاد. بجد الموضوع انا مش فاهم في ايه بجد والله. يا ربنا يشفيه، والحمد لله ان مش رباط صليبي، خلاص اتاكدنا مش رباط صليبي. بس بجد هو في ايه؟ يعني هو جاله 2 صليبي، واول ما ينزل اساسي لسه ما بقى الماتش، ما بقالوش 3 4 دقايق، لسه نازل الماتش، لسه ما عرقش، لسه ما لمسش الكوره. اول كوره بيلعبها يمسك ركبته ويقع يتصاب ويخرج. بجد بجد مش فاهم في ايه يعني. تقريبا مفيش اي حد في الدنيا ممكن يكون مبسوط او يعني حاجه زي كده ترضيه، ايا كان انت بتشجع مين. بس بجد يعني حاسس في حاجه غريبه. بجد حاسس ان يعني ما تاهلش كويس، ما تعالجش كويس. بجد الموضوع صعب قوي قوي عليه. يعني ربنا يشفيه ويرجع بسرعه. اللي انا عايز اقوله بقى في الماتش، انا كنت قاعد بتفرج لحد الدقيقه 35، لحد اول جون جه. انت انت راجل اهلاوي، انت راجل اهلاوي بقى بتفهم كوره. كنت مبسوط بالماتش؟ كنت حاسس ان احنا كويسين؟ والله انا قاعد اول 35 دقيقه انا خلاص زهقت قاعد بنام، زهقت والله. احنا ماسكين كوره، نسبه الاستحواذ عدت ال 120%. خلاص خلاص احنا مقاولين دي ما بتلعبش. بس مفيش هجمه. سيب- والله مفيش هجمه، ما عملناش هجمه. انت متخيل؟ انا كنت قاعد زهقت. احنا ماسكين كوره مفيش، والمقاولين كمان مفيش هجمه، مفيش مرتدات، مفيش لحد الدقيقه 35. ماتش ملوش يعني 35 دقيقه شيلهم كده. لو انت ما اتفرجتش على الماتش، اتفرج على 35 دقيقه كأن مفيش اي حاجه حصلت. كأن الماتش ما اتلعبش. 35 دقيقه ما لهمش اي لازمه، ولا هجمه هنا ولا هجمه هنا ولا اي حاجه. انا مش فاهم بجد. هو يسترب ساعات بحس ان هو بيجي الماتش متاخر قوي، متاخر قوي. احنا كسبنا النهارده 3-1، بس بجد ما تفرحش، ما تفرحش. انت شايف ان ده اداء انت مبسوط بيه؟ يعني انت شايف ان احنا لو رحنا لعبنا الزمالك او سيراميكا كليوباترا او بيراميدز او اي فريق غير مثلا بتاع المقاولين النهارده، ان سامي قمصان النهارده كان بيدافع بطريقه مبالغ فيها قوي لحد ما جه في الجول بتاع الدقيقه 35 كان بيدافع. بس انت لو لعبت فريق منظم انت بالمستوى ده والاداء ده، حاسس ان انت مبسوط؟ حاسس ان انت كده هتنزل جامد؟ طب لما تلعب الترجي في دوري ابطال افريقيا، انت شايف المستوى ده ايه؟ احنا النهارده كنا بنلعب باسامي. انت عندك الخمسه اللي قدام: مروان اوتاكا، عندك زيزو، تريزيجيه، امام عاشور. كل دول قدام ومعاهم مروان عطيه وديانج. فانت معاك لعيبه جامده. بس انت حاسس ان هم عارفين؟ يعني المدرب عارف يخرج منهم امكانيات وحاجات جامده؟ لا، لا. انت النهارده اول جونين جم علشان عندك امام عاشور وعشان عندك تريزيجيه. عشان عندك الاتنين دول احسن اتنين لعيبه في مصر. امام عاشور اللي عرف هو يكمل لوحده في الكره الاولانيه ويرفع لتريزيجيه اللي جاب الجول. خلاص، دي امكانيات فرديه. الجول التاني امام عاشور لوحده بيعدي ويطربع واحده في الشبكه، امكانيات فرديه. انما لعب هجمات، حاسس ان في تكتيك اللي هو المدرب يقول لهم بصوا انتوا هتلعبوا على الكره دي من هنا، فده هيفتح من هنا فهتباصي، فالجمله دي محفوظه شفتها مرتين ثلاثه كده فجت منها جون. ولا الكره دي هتعملها كده، ولا مش عارف انا عايز الوان تو، ولا حد يتحرك من تحت لفوق، ولا حد ينزل من ورا عارف انت شغل المدرب؟ مفيش. انت مفيش النهارده شغل مدرب. لا، مش مفيش النهارده، هو مفيش شغل مدرب عامه. انت بتكسب، انت كسبت النهارده عشان انت عندك لعيبه عندها امكانيات فرديه عاليه جدا، وعشان سامي قمصان النهارده كان بيدافع قوي 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 قوي. احنا النتيجه وصلت 2-1 وجول ما اتحسبش للمقاولين، كنا ممكن نتعادل. هي 3-1 بس كانت ممكن تبقى 2-2 عادي جدا. لا، الموضوع ما يفرحش والموضوع ما يبسطش. انت بعد كده سيبك من الماتش ده واللي جاي، الدور الاول يخلص هتخش على الدور الثاني. مدعكه مفيش فريق ضعيف هتلعبه. هتخش في سيراميكا كليوباترا وبيراميدز والزمالك والمصري ومش عارف ايه، مطحنه. هتلعب بالاداء ده؟ انسى، انسى، انسى ان انت تنافس على الدوري. هتنافس؟ انسى ان انت تاخد الدوري بالاداء ده. انت لو لعبت بالاداء ده قدام الفرق الكبيره بتاعت الدوري المصري عادي، مالناش دعوه بافريقيا. لو لعبت بالاداء ده انسى بجد ان انت تاخد الدوري. مستحيل، مستحيل بجد. انت مش هتكسب كل الماتشات. ممكن تيجي معاك في مره كده مش عارف ايه عشان تيشيرت النادي الاهلي، عشان امكانيات فرديه. انما ولا مره، مش على طول هتيجي. مش هتكسب كل الماتشات، هتضيع نقط قد كده. دلوقتي الدوري كام فرقه بتنافس؟ اربعه. الاهلي دلوقتي 40 نقطه، الزمالك 40 نقطه، بيراميدز كسب 40 نقطه، سيراميكا كليوباترا 38 نقطه. انت شايف احنا عاملين ازاي؟ والزمالك لسه ليه ماتش، هيكسب بكره لو كسب 43 نقطه. فانت داخل الدور الثاني، النقطه اللي هتضيعها هتطلعك بره. فانت بتلعب دلوقتي، لا انت بتكسب النهارده وانت متضايق وانت زعلان، حاسس ان في حاجه غلط، حاسس ان الاهلي عنده لعيبه ونجوم ومدرب وكل حاجه، بس مش مبسوط كده.
ليه لا، عايزين نلعب، عايزين يعني دول يطلع منهم فريق فتاك، ينزل ياكل حاجه اسمها المقاولين اللي انا شفتها النهارده، ينزل ياكلها 4-5. ده لا، انا اخاف على الماتشات اللي جايه، انا مش مطمن. انا مش مطمن، خدها مني من دلوقتي، لو كملنا بالمستوى ده انا مش مطمن من الاخر.